دي الصورة بعد كل ماتش للمنتخب. افتي ونشف دماغك وعاند وما تسمعش كلام حد براحتك، المهم تكسب ازاي وبمين، مش دي القضية. اي حاجة غير الصورة دي تعالى لي بقى نتحاسب وهنطلع لك القطط الفاطسة. ده سلو الكرة في بلدنا من قديم الازل والابد الابدين يا كوتش. سؤال عمرك ما هتلاقي اجماع على اجابته، مين احسن لاعب في مباراة النهارده؟ علي جبر اللي عمري ما شفته بالمستوى ده، قوة وانقضاض وتايمنج في الكور العالية والارضية 90 دخيقة مفيش غلطة واحدة. البطولة دي شهادة ميلاد جديدة لعلي جبر. ولا المحمدي اللي غاب ولما اتزنقت فيه واحتجت له لقيت محمدي المنتخب 2010 وما خذلكش والصراحة احرجك بمستواه. ولا احمد فتحي اللي لعب باك شمال في غير مركزه فكان نموذج للرجوله ولسان حاله بيقول انا لازم ابقى راجل في اي مركز، خصوصا كمان انه بيلعب على واتسو واحد من اخطر لاعبي منتخب غانا. ولا طارق حامد الزمالك هو طارق حامد المنتخب، بيلاعب غانا بيلاعب النصر التعدين، هو نفس الحماس والرجوله والروح والحرب على كل كوره. لما طارق بيبقى فورمه كمان الطريقه الوحيده عشان تستخلص منه الكوره هي انك تقتله. ولا تريزيجيه اللي احمد فتحي مديون له بنص مكافاه الفوز النهارده على اللي عمله في دعم فتحي قصاد طوفان جبهه غانا اليمين. ويا سلام يا ابني على شده الفانيلا الجميله دي اللي لو ما شدوش بالمنظر ده كان هيركب الكوره وهاتها من الشبكه يا حضري، والدنيا كانت هتتغير. بس الحمد لله شده في الخباثه كلها محبه زي ما انتم شايفين فما اتحسبتش. ولو كان اكتفى بالمسانده دي كنا هنكون راضيين جدا. لا تريزيجيه بسم الله ما شاء الله اجتهد انه يكون الجرار اللي بيشد المنتخب من ناحيه الشمال وبيخفف الضغط المستمر عليه طول المباراه. ولا صلاح اللي جاب جون عالمي بريحه برازيليه فكرنا بزيكو والكره الحلوه في كاس العالم 82. والاول مره من زمان اشوف صلاح بيشارك دفاعيا بقوه وفعاليه. وورا كل دول المعجزه الكونيه التي لا تفنى ولا تستحدث من العدم عصام الحضري اللي ممكن يتعمل عليه رسائل ماجستير ودكتوراه نفسيه وطبيه. ازاي؟ لا بجد ازاي يا حضري؟ الحضري هو تجسيد حي واقف على رجلين لمقوله لكل مجتهد نصيب. كوبر بيبدأ بطريقته المعتادة 4-2-3-1 اللي من الآخر مش هيغيرها لا هي ولا مجموعة اللعيبة اللي بيعتمد عليهم طول ما هو موجود في مصر إلا لإصابة أو إيقاف عشان ما نتعشمش كتير ومات الكلام. منتخب مصر بدأ بالمعجزة لحراسة المرمى، قصاده برجين أحمد حجازي العائد لمستواه واحدة جنب علي ولا غلطة الشهيد بعلي جبر. على يمينهم المحمدي اللي فاجئني بمستواه بتاع بطولة أنجولا، على شمالهم الإخلاص والقوة والالتزام الشهيد بأحمد فتحي، 2 هولدنج ميدفيلدر طارق حامد وطارق حامد. النني كان في السكور شيت كمراقب مش أكتر رغم محاولتين منه على المرمى في الشوط الأول كانوا أقرب من الماتشات اللي فاتت. قصادهم صلاح في اليمين، تريزيجيه في الشمال، عبد الله السعيد في القلب، تحت مهاجم ده آخره مروان محسن. الشوط الأول عبارة عن التلت والتلتين. تلت لعبناه زي خلق الله، هجمه هنا وهجمه هناك، اداء متوازن هجوميا ودفاعيا. انتهى الجزء ده في الدقيقه العاشر بصاروخ برازيلي من صلاح بسرعه 102 كيلومتر في الساعه. والحمد لله ان حارس مرمى غانا ما حاولش يصدها لان المباراه ما كانتش هتكمل لان كل من في الملعب كان هيروح معاه العنايه المركزه يطمن على حياته. الصراحه صلاح حطها له زي السلام عليكم دفاعيا من بدايه المباراه ولنهايتها على سيستم واحد. برجين في قلب الدفاع حولوا منطقه الجزاء لمنطقه عسكريه ممنوع الاقتراب او التسديد. ثبات من احمد فتحي ورا مع تقدم نادر، وبيني وبينكم انا ولا حد غيري توقع اي كروس عرض من فتحي لانه مش اشول اساسا ومحدش هيديله لا المساحه ولا الزمن في التلت الهجومي انه يعدل على يمينه عشان يرفع. المنتخب التزم بتعليمات كوبر الدفاعيه طول المباراه ونفذها زي الكتاب ما بيقول. دفاع من تحت الكوره، اخر لاعب في نص ملعبنا، ورا خط النص خليط من دفاع المنطقه ومان تو مان ناحيه احمد فتحي، والضغط اللي على اللي معاه الكوره باستمرار مع محاوله بناء هجمات مرتده ما كملتش في معظم الاحيان. شوط اول سيطره مشتركه اول 10 دقايق، بعدهم سيطره بريحه خطوره لغانا. نتيجه اكتر من رائعه للشوط الاول في ظل ان منتخبنا كان بيلعب 9 في غياب 2 من اهم مراكز الفريق. بالمناسبه اي نتيجه في المباراه دي غير الفوز وبعد الكوره دي كانت مباراه غانا هتعتبر مباراه اعتزال مروان اللعب الدولي. عملتها ازاي دي يا مروان؟ طب حاول تضيعها بالشكل ده من النهارده ليوم اعتزالك واستحاله تيجي معاك كده، ده في ناس لسه مغمى عليها من ساعه الكوره دي يا راجل. لما نقول الشوط الثاني كان نجوم الحضري وعلي جبر يبقى اي حد ممكن يتخيل السيناريو كان ماشي ازاي. الحضري بيعمل اكتر من اللي توقعته منه الصراحه وبيشيل كام كره من النوع المفجع، بس الصراحه والشهاده لله اللي مساعد الحضري على التالق هو الاثنين المساكين اللي قدامه حجازي وعلي جبر. وجبر تحديدا ما شفتوش بالمستوى ده من يوم ما لعب في الزمالك، بلا مبالغه مباراه كامله من غير ولا غلطه، وده صعب يحصل في كره القدم من اي لاعب مع اي فريق.
غانا لقت ما بدهاش بقى، فهاجمت من كل مناطق الملعب، اوفرات من اي حته وشوط من كل الاتجاهات وتغيير مراكز، لدرجه ساعات كنا بنلاقي اتسو اللي كان وينج يمين في الشوط الاول بيدخل راس حربه تاني جنب جوردن ايو. بس هتروح فين من احمد فتحي يا برنس؟ فتحي نازل اساسا للراجل ده، فكان بيضم عليه حتى لو دخل جوه مفيش ترحيل للمراقبه، وفتحي ما بيتفهمش في الحاجات دي. واخيرا كوبر بيعمل التغيير اللي البلد كلها لسانها دلدل عشانه، كهربا مكان مروان، وبدانا نشوف فريقنا في التلت الهجومي تاني، صحيح على استحياء، بس رجعنا نمسك كرة قدام شويه بمسانده من طارق حامد للثلاثي اللي تحت كهربا المتحرك جدا. سؤال، هو كوبر شايف ايه في عمرو ورده كل الناس مش شايفاه عشان ينزله ويسحب عبد الله السعيد اللي كان الامل الوحيد في ثروهاته الكهرباء اللي انت اصلا منزله عشان يخطف من ثرو باس، لان كده كده الاوفرات مش متوفره نتيجه التزام باكين الطرف دفاعيا. الخلاصه، الفوز ده نمره واحد نتيجه الروح القتاليه العاليه من اللعيبه واصرارهم على تحقيق نتيجه كويسه. نمره اتنين، بعد رجوله احمد فتحي في الماتش ده ضد اتسو، الخوف كوبر يكمل بيه على كده، وكده هنبقى خسرنا نص الجبهه الشمال هجوميا، ويا عالم لامتى. نمره تلاته، كان لازم كوبر يضم للمنتخب في البطوله دي محمد النني ومروان محسن، مش شايف اي سبب يخليه يستبعدهم، لو كانوا موجودين معانا دلوقتي كانوا فرقوا معانا كتير. من نمرة 4 لنمرة 54 علي جبر نجم البطولة دي لغاية دلوقتي، على وضعك يا ابني. في النهاية الفريق كله النهارده كانوا رجالة وقد المسؤولية حتى اللي مش في مستواهم، مش ذنبهم انهم في التشكيل رغم انهم بره الفورمة، كلهم كانوا قد المسؤولية وعايزين يعملوا حاجة يكتبوا بيها اسمهم في التاريخ ويسعدوا الملايين اللي وراهم. بس اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص. سامعني يا عم الحاج؟